اتعرف على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج سيد عرب، عضو عضو الجمعيه عموميه من امتى يا عم؟ من قبل النادي ما يتعمل، وانا في النادي وانا في المكان. تمام، احنا النهارده في جمعيه عموميه في النادي. عايزك تقول لي ايه رايك في يعني فتره المجلس والانجازات اللي تمت فيه. والله يا جماعه، لو ما على دماغنا والمجلس، الناس اللي فيه كلها ناس محترمه وناس تستاهل الف سلامه. واللي هم عملوه في الفتره اللي فاتت ما تعملش في 40 سنه تمام. بصراحه. اكتر حاجه بسطت ايه في النادي دلوقتي؟ اكتر حاجه، كل حاجه في النادي عامله، كل حاجه في النادي حلوه. عندك نادي جمصة كان هيروح وكان الجيش هياخده اقرب حاجه، لولا ان الراجل راح واشتغل فيه وعمل فيه شويه شغل، هم اللي ثبتوا المكان. عندك فرقه الكوره طبعا انت عارف ان النهارده الكوره عايزه فلوس، مفيش كوره من غير فلوس. الراجل جه بكل جهده وبكل ما على ما بيقدر. احنا بقالنا 13 سنه السنه دي، 14 سنه السنه دي، الفرقه درجه تانيه. ما تقدرش بقى ان انت تيجي لا مؤاخذه في سنه ولا في اتنين ولا في تلاته تقدر تصعد فرقه. عايز لك على الاقل 200 مليون ولا 300 مليون عشان تصعد فرقه، ولا انت هتجيب منين؟ فهو الراجل بصراحه هم شغالين، ربنا يكرمهم وربنا يكون في عونهم، بس ربنا يبعد الناس الوحشه عنهم اللي بيعطلوهم في شغلهم وبيتكلموا عليهم ويجوا يوقفوهم ويوقفوا لهم شيكاتهم ويوقفوا لهم حاجاتهم. هي الحاجات دي كلها اللي بتعطلهم.